السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. الأهلي بيواصل الترتيب الجاد للسفرية المهمة جدا يوم الأربعاء إن شاء الله على متن طائرة خاصة إلى تونس للقاء الترجي بإذن الله تعالى مساء السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الأميرة اللي بيحاول الأهلي بكل قوة وتركيز إن شاء الله للحفاظ على لقبها في أحضان الجزيرة بإذن الله. مستر كولر عامل غرفة عمليات مع الكابتن خالد بيبو في كل الترتيبات الفنية والإدارية وكمان الطبية مع الدكتور أحمد جاب الله. الكابتن الخطيب النهاردة كمان كان عنده اجتماع مع لجنة التخطيط لكرة القدم. الأمور كلها في الاتجاه لترتيب كل الأوراق المهمة للمرحلة الجاية الأهم إن شاء الله تعالى. عايز أقول لكم إنه كنت قلت لكم الصبح على 3 سيناريوهات مطروحة لحل أزمة الشيبي والشحات بين لجنة الانضباط والاتحاد المصري لكرة القدم. النهارده الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد والأستاذ وليد العطار مدير الاتحاد ومعاهم إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة سافروا في وفد الاتحاد المصري إلى تايلاند لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي اللي هتبقى الجمعة والعودة السبت إن شاء الله تعالى. كمان سافر المهندس هاني أبو ريدة والمهندس أحمد مجاهد بالصفة الدولية. عايز أقول لكم إنه الترتيبات أو السيناريوهات اللي عمال تمشي في كل الاتجاه لاحتواء أزمة الشيبي والشحات الأقرب منها حتى الآن، الأقرب فيها حتى الآن السيناريو الثالث اللي أنا قلت لكم عليه الصبح وكنت أشرت إليه من البداية إلى أنه في بند واضح وصريح في لائحة النظام الأساسي وفي لائحة الانضباط بعد الحديث عن حظر اللجوء للمحاكم العادية. وده بعد ما الاتحاد الدولي أو الاتحاد المصري في اجتماعه لما رجعوا للنص اللائحة المستشار، قلت لكم المستشار محمد شيرين فهمي الراجل متمسك انه في فرق بين القضاء المدني والقضاء اللائحه قالت عدم اللجوء للقضاء المدني والاداري، لكن قال لك ده راح للقضاء الجنائي وده فصل انا اعتقد وقلت لكم ده يعني نوع من التأويل الخاطئ للبند. لما رجعوا للائحه النظام بتاعه الفيفا وقانون الاتحاد الدولي لقوا النص مغلق عدم اللجوء للمحاكم العاديه شامله كل حاجه بقى، لا مدني ولا اداري ولا تجاري ولا هندسه ولا اي حاجه، كله اي لجوء للمحاكم العاديه ده محظور. هنا ليه؟ لانه النظام القضائي في كتير من الدول مختلف عن بعضها. يعني الاداري ممكن تلاقيه في بعض الانظمه القضائيه داخل ضمن المدني، التجاري يدخل ضمن المدني، الجنائي وهكذا. فالفيفا ما راحش للتفصيله اللي احنا حاولنا هنا اللجنه حاولت تمسك فيها بطريقه ثغرات الساده المحامين، فلكنه لقوا الاتحاد الدولي بيقول لك عدم اللجوء للمحاكم العاديه، فاصبح هناك خلاف على تفسير النص، فوجب تطبيق البند الثالث او السيناريو الثالث اللي قلت لحضراتكم عليه ومن البدايه وانا مشاور عليه، انه بيتقال لك مجلس الاداره يختص وحده بتفسير اي مواد يتم الاختلاف عليها في اللائحه. فالخلاف حول بند الحظر التعاطي القضائي بيرجع الامور لمجلس الاداره، فينتظر انه السيد المستشار شيرين فهمي ولجنه الانضباط الموقره تبدا ترجع مذكره للاتحاد المصري لكره القدم فيها رايها وفيها انه بيرجع القرار للاتحاد لمجلس الاداره، وبالتالي لمجلس الاداره اتخاذ ما يراه في هذه الازمه. ده لازم التنويه. حتى الان على الارض السيناريو الاقرب للتحقيق هو السيناريو الثالث اللي ممكن يبقى على يوم الاحد او الاثنين بعد ما يرجع جمال علام ووليد العطار من تايلاند. عايز اقول لكم انه كمان بمناسبه سفر ايهاب الكومي الراجل يعني زي ما بيتقال كده ليته سكت، مع انه ايهاب الكومي الراجل خلفيته اصلا راجل مدرس لغه عربيه، يعني المفترض الكلام يجيده ويجيد مواضعه، لانه الحقيقه لما اتكلم قالت له بعض التصريحات، يعني قال لك على الانديه ان هي تتعاون مع الاتحاد مع المنتخب، ولانه التمسك بعدم ضم لاعبتها الا في الفترات القانونيه يعمل مشكله عند استدعاء لاعبتها او عند مشاركتها الافريقيه. خليكم تتعاونوا معانا، اتعاون مع الاتحاد والرابطه يتعاونوا معاك لما تشارك في افريقيا وتطلب تاجيل مباريات. هنا ده يا جماعه ده كلام بمنطق الرشاوي، فاهمني؟ يعني دي سيبها لي عشان ابقى اسيبها لك، مش كده خالص يا جماعه. مره تانية وتالتة والله الاتحاد ده احتفل بمرور اكتر من 100 سنه على نشأته،
فبالتالي النظام الاداري المفروض يكون مؤسسي ولائحي بشكل منضبط. ما ينفعش الكلام البلدي قوي ده، سيبهم لي دلوقتي عشان ابقى اجل لك، او زي ما باجل لك سيبهم لي. ما حدش بيأجل لحد من بيته، ما حدش بيمن على حد. انت بتعمل نظام، بتحط لائحه بتمشي على الكل. بتلعب كل 3 ايام بفاصل 3 ايام بفاصل 4 ايام بفاصل يومين، بتحط لائحه ومسطره بتمشي على الكل. فما حدش بيجب على النادي الاهلي عشان يجي يطلب منه والنبي عديها لي. ده منطق يا جماعه، منطق رشا ما يصحش يكون موجود حتى في عرض الكلام. اتمنى على الدكتور ايهاب الكومي مراجعه الكلام ده بالطريقه دي. لكن الرغبه في حل الازمه الرغبه تبقى موجوده ويبقى الاساس في الموضوع، ارجوكوا تاني وتالت، تغليب اللوائح. مشي النظام، مشي هذا النظام، نفذ اللي انت مطلوب منك. يعني انا عايز اقول لكم على حاجه. كابتن حسام حسن عمل قعده مع عدد من الصحفيين ومقدمي البرامج، الراجل عشان يتكلم على حاجات توصل من وجهه نظره. طيب قريت كتير من تصريحاته، اقف عند 5 6 نقط منها. النقطة الأولانية قال لك المرة اللي فاتت الفطار بتاع رمضان في ناس نقلت عني كلام غلط وما كنتش أنا أتكلم بالطريقة دي خالص. طب اتكلم يا عم بالطريقة الصح. ليا في الطريقة الصح اللي الراجل عرضها أكتر من نقطة. قال لك أنا لو هشتغل معسكر المنتخب أنا محتاج 3 4 أيام قبل الأجندة الدولية. لو هكتفي بالأجندة الدولية يبقى نلعب في مراكز شباب مش في تصفيات كأس العالم. ده على أساس إن العالم كله منتخباته بتاخد لعيبته قبل الأجندة الدولية. ما هو اللي منطبق عليك منطبق على كل الناس، منطبق على كل الناس. الثانية يقول لك اصل لعيبتنا لعيبه تعبانه وانا باخد لعيبه عشان نقعد اتفرجوا على الدوري المصري بتاعنا وشوف اللعيبه ما بتعرفش تباصي، وكلام تكسير في كفاءه اللعيبه. ده مش وقته ولا ده مكانه. ليه؟ لانه هذا النظام وهذا الدوري اللي انت سعادتك بتتكلم عليه دايما بيفرز النادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا، واللي بيلعب 6 فاينل في اخر 7 سنين تقريبا. هو اللي بيطلع الزمالك دلوقتي بيلعب فاينل الكونفدراليه واقرب لتحقيق اللقب. هو ده الدوري المصري. يعني فبالتالي ان انا اكسر في قيمه الدوري المصري استنادا على ان انا اللي هبني الهرم من جديد، ده كلام منطق ما ينفعش يبقى موجود ولا ينفع يتقلل من قيمه رشوه ووصلت لكده. ايه يا اهلي، ايه يا اهلي، انت مش مكفيك يعني مخلص على كل حاجه بطولات وكله 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 وكمان رشاوي؟ ما هننضف امتى بقى؟ البلد دي بجد هتنضف امتى؟ الكوره يعني الكوره فيها تفضل غرقانه كده لحد امتى؟ ايه يا اهلي، رشوه. مش هنخلص بقى من العاده اللي زي زفت. رشوه ايه يا جدع يا جدع؟ لا اله الا الله. رشوه ايه بقى؟ الاهلي رشا الجبلايه عشان ايه بقى؟ عشان حقه، عشان ياخد حقه، صح؟ يعني لقيتش انا زي البليله وزي دماغ البليله، بجد دماغ متكلفه. طب انتوا داخلين على بطوله حلوه، بطوله جميله، خلاص، بنسبه كبيره جدا حسمتوها ان شاء الله باذن الله. ايه لازمته بقى كتر الهري بقى؟ يعني افرحوا بالبطوله بتاعتكم وسيبوا الاهلي في حاله، كبروا ده شويه.